وحشتوني وحشتوني كتير كتير كتير. عاملين ايه احلى احباب واحلى اخوات في الدنيا؟ النهارده مبسوطة كتير كتير كتير. عندي فرحة وعندي سعادة وعندي بهجة. خلاص بقى بنتي في الشهر ده هتتم 3 سنين. ربنا يخليها يا رب ويعود عليها ب100 سنة واكتر كمان. ما النهارده بصراحة هعمل التورتة بتاعت عيد ميلادها، وانتوا عشان حبايبي وبحب اشارككم كل حاجة، الاحزان والافراح والسعادة وكل حاجة. بصراحة حبيت ان انا اشارككم وانا بعمل التورتة، وهنشوف كل حاجة. انا هنا كنت مبسوطة كتير كتير. في الوقت ده طبعا كنت برا وكنت بجيب بقى حاجة التورتة عشان اجهزها معاكم وكده. وان شاء الله هتعجبكم. هي طريقتها بسيطة وشكلها بسيط خالص. بس حاجة بتفرح العيل وبتسعد العيل، وعيالي كتير كتير قوي فرحوا وكلنا كنا مبسوطين. وطبعا عايزاكم كلكم تدعوا لها في الكومنتات اللي ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي. وبنا بقى ندخل على المقادير في ثانية في ثانية كده. انا مش هطول عليكم الفيديو، وهتلاقوا كل حاجة معايا بسرعة، مش هتلاقوا الفيديو بقى طول والكلام ده. اول حاجة يا بنات معايا كوباية دقيق، تاني كوباية دقيق، اهو تالت كوباية دقيق. التالتة دي بكملها كاكاو، يعني انا حطيت المقادير بتاعت الكيكة وكده. 3 كوبايات دقيق يا بنات اهو. كملت التالتة عشان تبقى بالشوكولاتة، كملتها كاكاو. لو انا مش عايزاها بالشوكولاتة مش هحط كاكاو، وهعمل ال3 كوبايات دقيق صافي. ماشي يا بنات، المقادير سهلة خالص وبسيطة. خلاص بقى معايا كيس بودر هحطه. وطبعا بقى شعرة ملح، عشان زي ما احنا عارفين ان شعرة الملح دي سنة وكده. ما انا حطيت بقى ايه شعرة كده يعتبر ايه ما بين صوابعكم. هقلب بقى الكلام ده كويس اهوت، عشان طبعا الكاكاو والبيكنج باودر والملح يدوب كويس مع الدقيق وكده. خلاص اهو. هجيب بقى بولة واروح بقى مفضياه يا بنات، عشان الحلة هعوزها في حاجة تانية وكل حاجة هتبان معاكم في الفيديو اهو. هجيب بقى البولة دي كده. انا مش عارفه بصراحه اسمها بوله ولا ايه، بس انا بقول عليها بوله يعني عشان تركزوا قوي معايا. بصراحه كنت مبسوطه كتير قوي وانا بجهز التورته، كنت مبسوطه من قلبي. خلاص بقى هتتم 3 سنين، عقبال 100 سنه يا رب. ما طبعا كلنا كنا مبسوطين، باباها وادم واني كلنا كنا طايرين من الفرحه. ربنا يبارك لي فيها يا رب. وانا حبيت ان انا يعني تعيشوا معايا الفرحه والاجواء. خلاص بقى هنا يعتبر الدقيق خلص او الحاجة الناشفة خلصت. تعالوا بقى بينا للسوائل بتاعت التورتة. معايا كباية ونص سكر، حطيت كباية، وادي النص بتاع السكر التاني اهو. هنا حطيت كام كباية ونص سكر. هنحط برضو كباية ونص لبن، اول كباية هيت. طبعا يا بنات لازم المقادير تبقى بنفس الكباية، يعني الكباية انت عملت بيها الدقيق لازم تعملي بيها الحاجات السايلة وكده. وحطيت كوباية ونص لبن، هحط بقى كوباية زيت. خلاص بقى كده، خلاص بقى نشيل الكوباية دي على جنب، ومش هنحط اي حاجة تاني بالكوباية. هنحط 4 بيضات يا بنات بدرجة حرارة المطبخ، والسكر بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش يبقى في التلاجة. واللبن برضو بيبقى بدرجة حرارة المطبخ، يعني اي حاجة هتشتغلي بيها في التورتة تبقى بدرجة حرارة المطبخ، ولا تبقى سخنة ولا تبقى ساقعة. خلاص بقى حطيت 4 بيضات، وحطيت 3 اكياس فانيليا، اول كيس، تاني كيس، تالت كيس. خلاص بقى همسك بقى المكونات دي كلها يا بنات اللي في الشفشة وهضربها. بس هنا حطيت معلقتين خل، عشان الخل بيساعد اللي التورته تبقى يعني ايه هشة وتترفع يعني تعلى. خلاص همسك بقى المكونات دي وهضربها. اول حاجه جيت اروح اضربها في الخلاط، لقيتها كتير، وفي نفس الوقت هتتكب والدنيا هتتبهدل معايا. وانا بصراحة قسمتها على شفشقين وكده، ادي اول شفشق وادي تاني شفشق معايا اهو. لو انتوا حسيتوا برضو اللي الحاجة هتتكب معاكم يبقى اقسموها على مرتين زي ما انا قسمت كده. اول حاجة بقى هجيب مصفى، وطبعا الدقيق اللي احنا حطينا فيه الكاكاو والبيكنج باودر والملح هاخد منه اهو. يعتبر ايه باخد معلقتين او 3 معالق، وبنخلهم كده
وهقلب بقى على اتجاه واحد اهو. لازم يبقى معاك بقى مضرب كده يدوي، عشان المضرب اليدوي بيدخل هوا كتير في الكيكة او في التورتة، ما طبعا بيخليها تترفع، يعني لما يبقى فيها كمية هوا حلو بتخليها تترفع، وفي نفس الوقت بيخلي الكيكة هشة. ما انا افضل كل معلقتين هنزلهم واعمل بقى كده. انا هنا طبعا كنت خلصت الكمية كلها بتاعت الدقيق وكده وخلاص. دي كيكة بصوا اهو ما شاء الله. هنعمل بقى كيكة بالشوكولاتة زي ما احنا قلنا، لو مش عايزينها بالشوكولاتة هنستغنى عن الكاكاو وهنكمل الكوباية كلها دقيق. بدرت الصينية كده بحتة سمنة وبحبة دقيق اهو، عشان طبعا الكيكة مش تلزق. لو عندك ورق زبدة وعايزة تستخدميه استخدميه، مش في اي مشكلة. خلاص بقى هركن بتاع برضو اليدوي دوت المضرب اليدوي، وخلاص هنزل بقى بالكيكة. بنزل طبعا بالكمية كلها اهو. هي ما شاء الله تقيلة، انا برضو حاولت ان انا انزلها بمعلقة او كده عشان كله ينزل، يعني الحلة كانت ما شاء الله يعني فيها كتير قوي لازق. ما انا بقى رحت ماسكة بالمعلقة وفضلت انزل. خلاص بقى اهو. طبعا بفضل اخبط على يجي 5 تخبيطات 6 تخبيطات عشان اي هوا زيادة يطلع بقى من الكيكة كده يا بنات. طبعا ببقى مشغلة الفرن قبلها ب5 دقايق بالظبط، وبروح مدخليها بقى. هنا طبعا كانت الكيكة طلعت واستوت، وزي ما قلت لكم عشان تبقى طالعة هشة كده وبالرفع دوت شغلوا الفرن قبلها ب5 دقايق بس، يعني تدخل على فرن دافي مش سخن قايد نار، على فرن دافي يا بنات. هنا بقى بسيبها من بالليل وبغطيها بقى بالفوطة. هنا يعتبر يا بنات تاني يوم الصبح، يعني كنت مسويها معاكم بالليل واشتغلت بقى في الحشوة بتاعتها الصبح اهو. هنا بقى الصبح هنا كنت طبعا بمسي عليكم بقول لكم صباح الخير وكده، طبعا كنا الصبح وكده. المهم بقى ان هنا من البارح زي ما انتم شايفين سايباها بالفوطه كده. التورته يا بنات لو اشتغلتوا فيها وهي سخنه مش هتنفع وهتتهري منكم وهتتفرتك، وفي نفس الوقت هتتكسر منكم اهو. انا هنا طبعا هطلعها من الصينيه، مش كانت راضيه تطلع، هي خايفه او هي عارفه اللي هيحصل فيها بالسكينه اللي هتتدمر، ما هي ايه مرعوبة. المهم بقى هعلم علامات كده بالسكينة. انا هنا هعملها تلات طبقات يعني وكده. وطبعا بستخدم الخيط، ودي احسن طريقة اللي انتي تقطعي بيها الكيك والله يا بنات. يعني بالسكينة جربت اقطعها قبل كده، لا احسن طريقة وانجح طريقة واحلى طريقة الخيط بصراحة، لا ممتازة 100%. خلاص دي اول طبقة، هقطعها كمان واحد زي ما احنا قلنا هنعملها 3 طبقات. هبعلم بالسكينة الاول وبعد كده بقى بدخل الخيط وببدأ ان انا اقطع بالكيكة وكده يا بنات اهو. طبعا بقى بتشد شدة يمين وشدة شمال، شدة يمين وشدة شمال، عشان طبعا برضو الكيكة تطلع مظبوطة ومش تطلع تتقطع معاكي وكده. بس دي اسهل طريقة والله يا بنات. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين الكيكة متفرغة كتير، يعني دي بقى من نجاح الكيكة. يعني لما تلاقوا كيكة متخرمة كتير كده دي بقى من نجاح الكيكة، وتبقى كيكة هشة وجميلة. خلاص بقى كل طبقة حطيتها في حتة ايه معينة اهو. اول جزء دي اللي بيبقى على الوش بشيل الوش بتاعه بتبقى يعني ايه عالية شوية من قدام، بفضل ايه اللي انا اعمل فيها كده وبتشيل. طبعا ده ما بيترميش، ده بيتدمر حرفيا. طبعا عيالي بيبقوا جنبي وبيتاكل، يعني هو اصلا بيتاكل قبل ما بيتاكل التورته، بيبقى طعمه حلو كتير قوي يا بنات. بيبقى في نفس الوقت بقى الشوكولاته كلها بتاعت الكاكاو بتبقى طالعه بقى في الطبقه ديت. ما بصراحه بتبقى طعمها خطير خطير كده. انا هنا طبعا كنت بساوي وكده بالسكينه وكده وفي نفس الوقت بقى لو عملتوا كوبايه شاي بلبن يا سلام يا سلام، تاكلوا كده وانتوا يعني ايه وانتوا رايقين كده، ولا انتوا مستمتعين بطعم الحاجة بصراحة. انا بصراحة اكلته بشاي بلبن بشاي بلبن عملت شاي، والله انا ما فاكرة اني اكلته بلبن صافي ولا شاي بلبن مش فاكرة. بس المهم يعني ايه هو بيبقى طعمه
تحفة تحفة، هو ما بترميش. عشان الناس يعني اللي هيقولوا انت حضرت من الكيكة كتير وحرام ومش عارفة ايه، لا والله هو بيتاكل. هنا بقى الكوباية ديت حطيت فيها سكر ومية وكده عشان اسقي الكيكة وكده، عشان تبقى ايه طالعة هشة وكده. وطبعا جبت الصينية اللي انا كنت مسوية فيها كيكة وفرشت فيها كيسة وكده. طبعا الطريقة دي بتسهل لي يعني عمل الكيكة وكده. اهو طبعا سقيها بص، مش تستخسري فيها، سقيها كل ما تسقيها تبقى هشة معاك اكتر. اهو بص الكريمة الشانتيه، كريم الشانتيه ده يا بنات انا عاملاه فيديو لوحده وهنزله لوحده كده. طبعا انا هنا مش كان عندي بتاع دي يا رب كيس حلواني وكده اسكت، لا ما اسكتش، ما اعملش عيد ميلاد، لا مش ينفع، لازم انا اتصرف. الجيش قال لك ايه؟ اتصرفي يا مدام. ما طبعا جيت بقى ازازة زيت، بيبقى القمع بتاعها زي حنك الحلواني وكده يا بنات. هنا طبعا هاخد جزء منه وهعينه في الفريزر، واشتغل بقى اللي هيفضل في الحلة وكده. طبعا الجزء اللي انا هعينه في الفريزر ده بتاع التزيين، اللي هيبقى من بره، اللي هيبقى يعني ايه الخارجي بتاع التورته. المهم بقى خلاص بقى عينته، وهجيب بقى كمية كريم شانتيه حلوة وبحطها، وحط بقى الطبقة التانية وسقي يا بت سقي. سقي مش تستخسري في حياة كيكة، لازم تسقيها حلو عشان التورته تطلع هشة وجميلة. وحطوا بقى طبقة كريم شانتيه كتير كده عشان تاكلوا تحسوا بطعم الحاجة. بس كده. اول طبقة يا بنات بحطها بتبقى اللي هي بتبقى في قعر الصينية، دي اول طبقة بحطها على ظهرها عشان دي تبقى متسوية وكده. بعد كده بحط الطبقة اللي بتبقى في النص اللي بتبقى على الوش، وبعد الطبقة اللي في النص دي بحطها في الاخر. خلاص بس كده هشيل بقى. انا هنا ممكن كنت من حقي احطها ساعة في التلاجة وكده تتمسك شوية، بس انا بصراحة كنت مستعجلة وكده، ما قلت يلا بقى خلينا نشتغل ورا بعض وخلاص. هو مش في اي مشكلة وكده، بس يلا بقى. هنا طبعا كنت بظبطها على الصينية اهو. بس بقى دي اول طبقة كانت طبعا اللي بتبقى في الصينية من قعر الصينية تبقى متسوية. شايفين بقى متسوية ازاي؟ هنا طبعا عشان تبقى الطبقة اللي بتبقى في قعر الصينية دي بتبقى ماسكة شوية. جبت بقى الشوكة وفضلت اخرم فيها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وابدأ بقى اللي انا اسقيها بقى التسقية حلوة، عشان دي اللي بتبقى الطبقة تبقى في قعر الصينية وكده بتبقى يعني ايه ناشفة شوية او ماسكة شوية، ما لازم نسقيها حلو. خلاص بقى هغلف التورته كلها من فوق بالكريمة اهوت. وانصحكم لو انتوا بتضربوا الكريمة اضربوها في حاجة بلاستيك او ستانلس، مش تضربوها في ألمونيا. المضرب اليدوي او المضرب الكهرباء بيعلم في الألمونيا. انتوا اضربوها يا في طبق ستانلس يعني او في حاجة بلاستيك. طبعا عندي شوكولاتة وكده، الشوكولاتة دي طبعا انا بعملها مش بشتريها. وهسيبلكوا كريم الشانتيه والشوكولاتة في اول كومنت مثبت كده، هروح سايبلكوا بقى الكريم شانتيه والشوكولاتة وكده. هي طريقتها سهلة كتير قوي يا بنات. هنا خلاص بقى بدأت اني ازين التزيين اللي بيبقى على الوش، وغلفتها كده بالشوكولاتة. بس بقى عملت فيونكات كده بسيطة خالص. وعشان اكسر اللون بحط بقى يا بنات اسمه ده يا رب فول سوداني ابو شوكولاته، ده بروح حطاه بصراحه بيكسر عندي اللون كده، وفي نفس الوقت العيال بيحبوه كتير قوي جدا. ما طبعا كل قطعه عايزه يبقى يطلع فيها ايه سوداني وكده للعيال. انا بصراحه مش ليها في السوداني قد كده، أنا لما بلاقيه في القطعه بتاعتي او الخرطه بتاعتي بديلي الاطفال وكده. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبتمنى يكون خفيف على قلبكم.